بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع القديسين الحلوين القديس اباكيل والقديس يوحنا. ولد القديس اباكيل من ابوين دقيين ومن الاسكندريه. اهتموا بتربيته تربيه مسيحيه وثقافيه ومهنيه، وكبر بقى طبيب، وكان طبيب ماهر جدا لغايه ما كل الناس عرفوا بيه، وكان محبوب ومشهور جدا من أجل أمانته وتقواه وفضائله، لأنه كان بيعامل المسيح مع الناس دايما. شعر الوالي سورنوس بخطورته كمسيحي، وكان حب يلفق له تهمة السحر والشعوذة، وفعلا أمر بقتله. لكنه لما سمع القديس أباكيل الموضوع هرب من الإسكندرية وراح ناحية الجبال العربية عشان يعيش بين النساك، وكان دايما بيتأمل في أعمال ربنا، ومحدش كان عارف ان مهنته الأصلية طبيب. وانتشر إيمانه ما بين فلسطين وسوريا وبين النهرين. أما القديس يوحنا فهو كان بيعمل ضابط في الجيش، كان مشتاق لحياة الوحدة والخلوة مع الله والتفرغ للعبادة. ولما سمع عن القديس أباكيل استقال من عمله وراح أورشليم يزور الأماكن المقدسة هناك. ومن هنا برضو التقى بالقديس أباكيل وبقى أصدقاء جدا على صعيد الروح القدس، وكان كل واحد منهم بيشجع الآخر على حب ربنا والعبادة والنسك ليه. ولما اشتعل الاضطهاد على المسيحيين في عصر دقلديانوس، وسمع القديس أباكيل عن القديسة أثناسيا وبناتها الثلاثة إن الملك دقلديانوس مأيدهم ورابطهم، فخاف عليهم إنهم ينسوا ويعبدوا عبادة الأوثان، وده من كتر التعذيب والألمات اللي بيتعرضوا لها هي وبناتها، فخاف يبخر للأوثان فراح لهم هو والقديس يوحنا. يعني القديس أباكيل والقديس يوحنا راحوا لهم وقعدوا يشجعوا الأم والعذارى بناتها على الإيمان وعلى نوال إكليل الشهادة. حبوهم أهل الإسكندرية وأكرموهم كتير، وهم كمان كانوا بيعملوا على خدمة المسجونين دايما، وهم بيبشروا مع المسيح مع المسجونين. قبض عليهم الوالي وقعد يلطفهم ويوعدهم بأموال وأمجاد كتيرة، لكن هم فضلوا على الإيمان ومفيش حاجة هزتهم، فابتدى يعذب فيهم مع الأم والعذارى بناتها، وابتدى الوالي يعذب فيهم عذابات شديدة جدا. ربنا كان دايما بيقويهم ويقول لهم ان اكاليل الشهادة معدودة لكم، فتقووا وما تخلوش اي شيء يهزكم عن الايمان. واستشهد الكل، الام والعذارى بناتها والقديس اباكيل والقديس يوحنا. بركة صلواتهم تكون معانا امين، واذكرونا دايما في صلواتكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، وأتمنى لكم كل خير بشفاعة القديسين أباكيل ويوحنا. أمين.